سيد رئيس الجماعة القروية الزوادة، أن في موقع ديال المجال اللي غيكون فيه القطن الفلاحي وجدناه اليوم صدفة بدون ترقب. كيفاش عندك في المجلس الجماعي ديال الزوادة أغلبية ديالو، وكيفاش كتستقبلوا هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر منبر الاخبار على الصدفه اللي كانت في هذا الموقع ديال التدشين ديال انطلاقه هذا المشروع المسمى القطن الفلاحي المنكوس. في الحقيقه هذا المشروع انتم ترون هذا العرس ديال اليوم هو في الحقيقه كان حلم واصبح حقيقه على ارض الواقع بعد مجهودات جباره. لا شك ان على رأسها السيد والي ديال الجهة عاصمة تطوان، بالإضافة إلى عامل الإقليم. هذه المجهودات بالإضافة جميع المتدخلين كانت مجهودات جبارة في بحر السنة. وأهنئ الساكنة على هذا المشروع، لأن من خلال الدراسة التقنية توضح لنا أنه سيشغل ما يقرب أو ما يناهز 12,000 عامل، وهذا الرقم هو رقم مهم في الحقيقة، لأنه يدل على أن الجهة أصبحت وإقليم العرائش بالضبط وجامعة الزوادة أصبح هذا المشروع في الحقيقة له دور اقتصادي واجتماعي. والدور الاجتماعي يتجلى في اليد العاملة للساكنة، لأن الكل يعاني، وأنتم تعرفون أن الساكنة ديال المغرب هي شابة 3/4 في عطالة. ولكن هذا المشروع والمشاريع القادمة إن شاء الله ستعمل على تنمية هذا وتشغيل الشباب. سيد الرئيس، اسمح لي، دابا حنا دوزنا من القطن الفلاحي اللي كانت كتهضروا الساكنه باحر. شنو واحد الحصيله، غير ملخص الحصيله السنويه ديالكم على راس الزواده؟ الحصيله السنويه في الحقيقه كان عندنا واحد البرنامج عمل يعني في البدايه ديالنا وسطرناه. وفي الحقيقه ان اليوم احنا كنشوفوا هذا الانجاز. القطن الفلاحي هو كان من بين الاهداف ديالنا حينما زارنا السيد العامل، وبالاضافه للاطر ديال الاقليم كان سطرنا هذا المشروع هذا على اساس انه سيكون رافعا للتنميه لا بالنسبه للجهه ولا بالنسبه للمغرب، باعتبار انه سيساهم في التشغيل وفي جلب العمله الصعبه. البرنامج الثاني ديالنا وهو الماء.